عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل فطاير بالجبنة حلوة جدا وسهلة وسريعة وطعمها حلو جدا إن شاء الله هيعجبكم. عايزة أوريكم حلاوة الفطاير بتاعتنا، شايفين قد إيه هشة وطرية جدا، عاملة زي القطن. شايفين عاملة إزاي؟ محشية بالجبنة أو بأي نوع حشو انت عايزاه. شايفين ما شاء الله مرقة من جوه ومستوية، وطعمها وريحتها هيعجبكم جدا إن شاء الله. يلا بينا بقى نشوف الفيديو عشان نعرف الفطائر بتاعتنا اتعملت ازاي. نحضرها. انا عندي هنا شفشة او اناء عميق شوية، هاخد فيه نص كوباية الحليب. تمام. عندي هنا كمان معلقتين من السكر ومعلقة من الخميرة الفورية او الخميرة الجافة، ولو حابة تستخدمي الخميرة اللي هي البلدية تستخدمي معلقة كبيرة. ودلوقتي بقى هنقلب الخميرة مع الحليب، والحليب يكون دافي ما يكونش سخن عشان الخميرة بتاعتك تتمشط وما تموتش. تمام. هحتاج كمان كوباية من المية الدافية. بسم الله. دي كده كوباية. هقلبهم مع بعض شوية وهغطي الخميرة بتاعتي في مكان دافي لمدة 5 دقايق او 3 دقايق لحد ما تعمل طبقة سميكة كده على الوش. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. هاخد عليهم كمان نص كوباية زيت. بسم الله. كمان عندي هنا الخميرة، عايزة بس اوريكم شكلها لما عشان تعرفي ان الخميرة بتاعتك نشطة بتعمل طبقة على الوش كده. هي دلوقتي بقالها دقيقتين بس، انا اتاكدت بس ان هي نشطة معايا، فكده خلاص انا مش محتاجة ان انا اخمرها. احنا نخمرها مع العجينة. بسم الله. ودلوقتي بقى هقلب العجينة بتاعتي بالمعلقة الاول كده، وبعد كده هعجنها كويس جدا بايدي. لازم تتعجن كويس جدا، تعجني في العجينة بتاعتك حوالي 10 دقايق بالايد. لو هتعجنيها في العجان يبقى تعجنها من 5 ل7 دقايق، لان العجان بيكون سريع شوية. بقى انا لميت العجينه بتاعتي وفردتها على الرخامه زي ما انتم شايفين كده، وعجنتها حوالي 5 دقايق لحد ما بقت طريه جدا معايا وعامله زي الملبن ما شاء الله. طريقه العجن عشان الناس اللي مش بتعرف العجن ازاي، بعد ما بتلمي العجينه بتفرديها على الرخامه كده، بعد ما بتلميها من الميه والسوائل اللي فيه تفرديها على الرخامه كده وتفضلي عامله كده. تمام. ايدك دي تشد كده العجينه ودي تعمل كده. تمام كده بقوة بقى، يعني مش بالراحة، انا بس بعمل بالراحة عشان ايه، انا دلوقتي بصور وعشان تاخدوا بالكم ازاي. تمام. لكن انت في العادي بقى تعملوها بقوة عشان تبقى ايه، تبقى ديكي شديدة عليها العجينة، يبقى فيها عرق. عجينة الفطاير او الكرواسون او السندوتشات والحاجات دي لازم تاخد عجينة كتير. تمام كده. ويا سلام بقى لو عندك حتة زبدة او حتة سمنة بلدي، حتة صغيرة جدا يعني نص معلقة، في المرحلة دي بقى تحطيها وتلميها مع العجينة كده، بتدي توريقة حلوة جدا للعجينة. بقى انا عجنت كويس جدا حوالي 7 دقايق او 10 دقايق، بلمها كده زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهي، شايفين ما شاء الله بقت عاملة ازاي، عجينة طرية وناعمة جدا ما شاء الله. هنحط العجينة بتاعتنا في البولة كده زي ما انتوا شايفين، وهنغطيها ببلاستيك رول، وبعد كده هتغطيها بفوطة. ولو عندك مثلا الفرن هتشغلي الفرن لمدة 3 دقايق يدوبك يسخن بس، وهتدخلي البولة دي في الفرن عشان الجو دلوقتي بارد، ما تاخدش معاكي وقت في التخمير. كده شكل العجينه بتاعتي بعد ما اختمرت. انا معايا العجينه اخدت معايا حوالي ساعه، وده طبعا يرجع للمكان اللي انت بتخمريه فيه. تمام. فعشان كده بقول لكم تحطوه في مكان دافي عشان تخمر معاكي بسرعه. شايفين ما شاء الله خمرت وتضاعف حجمها، وعجينه ما شاء الله حلوه جدا جدا. بقى هنقطع العجينه بتاعتنا، نقطعها بالنص كده. بسم الله. وبعدين كده بالطول قطعها 4 ارباع،
وكل ربع هنقطعه لتلاتة. دلوقتي بقى عندي هنا انا بعد ما قطعت بس الفطاير بتاعه القطع عملتها زي كور كده زي ما انتم شايفين، بس المقطع اللي فات اتحذف بدون قصد يعني. عندي هنا بقى على الرخامه هاخد مسحه من الزيت كده، همسح بيها الرخامه وهاخد الفطاير بتاعتي دي هفردها شويه زي ما انتم شايفين كده، وتفرديها بس بنقطة من الزيت عشان الزيت ده هو اللي هيخلي الفطاير بتاعتنا مورقة من جوه. تمام كده، هفردها بس زي دايرة كده. قدامي جبنة فتة، هتحط معاها جبنة فتة، ممكن تحط معاها بقدونس او زعتر او اي نوع من التوابل او الخضرة، ممكن مثلا فلفل رومي لو حابة، او فلفل الوان، فلفل اللي هو حار زي ما تحبي. حابه تحطي زيتون، مش حابه تحطي حاجه خالص براحتك. هتقفليها كده زي ما انا قفلتها، وهتقفليها كده بالظبط كده اهي. وده كده شكلها اهي زي ما انتوا شايفين كده. هتيجي بقى من تحت تحاولي بس تقفليها عشان ما تفتحش. دي بقى عندي هنا معلقتين من العسل الاسود، هحط عليهم شويه من الميه. بسم الله. وهدوبهم مع بعض بقى. هدوب العسل مع الميه كده عشان يدوبوا بس كويس جدا. بقى هجيب الفطاير اللي احنا عملناها مع بعض كده، امسكها بس كويس عشان ما تقعش في العسل. هبلها بس في العسل، الميه بالعسل كده. الميه بالعسل العسل الاسود بيديلها لون حلو، وكمان بيديلها طعم حلو. عندي بقى هنا سمسم، هغمسها في السمسم كده. تمام، وده كده يبقى شكلها. هرصها بقى في الصينية تكون مدهونة بالزيت بالشكل ده كده. هعمل كمان واحدة معاكم، هبلها في المية بعسل كده، واغمسها في السمسم اهي كده، وارصها في الصينية. بس ناخد بالنا نسيب بينهم مسافات عشان لما تختمر حجمها بيتضاعف. شايفين كده غمستها في العسل، وبعد كده بغمسها في السمسم. جربوا فكرة العسل دي، بتدي طعم ولون حلو وريحة حلوة كمان للفطاير. نرصها في الصينية. شكل الفطاير بتاعتنا بعد ما شكلناها زي ما انتوا شايفين كده، ده شكلها. انا بقى هسيبها في مكان دافي، هغطيها بفوطة واسيبها في مكان دافي تتخمر، وبعد كده ان شاء الله نشوف هنعمل فيها ايه. كده شكل الفطاير بتاعتنا بعد ما اختمرت، اخدت معايا حوالي ساعة. انا كنت حطاها في مكان دافي وكنت مغطياها بفوطة عشان ما تاخدش وقت في الاختمار، عشان زي ما انتوا عارفين الجو بارد جدا. دلوقتي بقى هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. المخبوزات بتتخبز على درجة حرارة عالية. هدخل الصينية بتاعتي على الرف الوسطاني على الشبكة، هتستوي من تحت. اول ما تاخد لون كده من تحت هطفي الفرن من تحت، وهشغل الشواية يدوب تاخد لون ذهبي حلو كده. هخرجها على طول ان شاء الله، وهديها بخة مية كده او رشة من المية بالبخاخة كده، وهغطيها بفوطة واسيبها حوالي 5 دقايق لحد ما تهدى كده، وبعد كده نشوف شكلها ان شاء الله. كده شكل الفطائر بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. انا سويتها من تحت الاول، وبعد ما استوت من تحت طفيت الفرن من تحت، وبعد كده شغلت الشوايه اخدت لون ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده خرجتها من الفرن على طول، اديتها شويه من الميه بالبخاخ كده عشان تبقى طريه، وكمان غطيتها بالفوطه لمده 5 دقايق، وزي ما انتوا شايفين كده طريه جدا زي الاسفنج. هطلع واحده بقى عشان نشوف شكلها مع بعض. ده كده شكل الفطائر بتاعتنا بعد ما طلعتها من الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله، مستويه جدا وطريه وهشه عامله زي الاسفنج بالظبط. اهي شايفين عامله ازاي اهي. عايزه بقى اوريها لكم من جوه. شايفين ما شاء الله عامله ازاي، مورقه ومستويه وريحتها حلوه، وطعمها ان شاء الله هيعجبكم جدا.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا، وسهله وسريعه ومبتاخدش وقت ان شاء الله هتعجبكم جدا. حلوه في الفطار وفي العشاء، حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.